السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة مستر كريبتو؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة باخبار العملات الرقمية. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن البيتكوين وتحليل سريع يومي للبيتكوين. اما باش فيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بنر القناة. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. اولا اصدقائي خلينا نتكلم عن تحليل البيتكوين بعد ان ننتقل للاخبار المهمة اللي ممكن تاثر على صعود عملة البيتكوين. أولا أصدقائي، بعد الهبوط الأخير اللي شفناه من مناطق تقريبا 29,000 دولار وحذرنا منه، طبعا مناطق 29,000 دولار وحذرنا الهبوط لمناطق 25,000 دولار، صار الهبوط فعلا. وحاليا عندي المحافظة على دعم 25,000 دولار. لكن أصدقائي النقطة السلبية بالبيتكوين حاليا هو المشي العرضي. طبعا بعد ما يصير هبوط، إذا كان في عندي مشي عرضي فنحن لحد الآن مهددين بالهبوط وكسر دعم 25,000 دولار. خلينا نفهم شغلة أصدقائي، دعم 25,000 دولار دعم مهم جدا. بالسابق توجهنا منه لمناطق 31,000 دولار و900. حاليا المشي العرضي سلبي، لكن ممكن بأي لحظة أو بأي قرار من القرارات الأمريكية أو قرار الفدرالي الأمريكي يصير عندي صعود للبيتكوين. حاليا ممكن نرجع نختبر مرة تانية مناطق 25,500 إلى 25,800. إذا نجحنا بالارتداد بقوة ممكن نرتد مرة تانية لمناطق 27,500 إلى مناطق 28,000 دولار. لكن إذا كسرنا هاي المنطقة راح نرجع مرة تانية ننزل لمناطق 24,000 دولار. طبعا أصدقائي كل هبوط قاسي مفروض يجي بعده صعود قاسي إذا كان الهبوط لكودي فقط. لكن إذا كان الهبوط وراء أخبار فممكن هذا الشيء يسبب استكمال للهبوط. طبعا بعض الأقوال أنه سبب الهبوط هو إيلون ماسك وبيع قطع من البيتكوين الخاصة بشركة سبيس اكس. وبعض الأخبار التانية بتقول أنه شركة بلاك روك قبل إطلاق صندوق ال ETF سبوت الخاص فيها طبعا نزلت سعر البيتكوين حتى تشتري بيتكوين بأسعار منخفضة. يعني ممكن لسه يصير عندي انخفاض للبيتكوين حتى شركة بلاك روك تقوم بشراء مزيد من قطع البيتكوين بالأسفل. لحد الآن سبب الهبوط غير واضح، وهل ممكن نستكمل الهبوط أو لا هاي الأخبار لحد الآن غير أكيدة. لكن بالأكيد أنه من السلبية أنه نمشي بالعرض بعد وصولنا لدعم. هذا يعني أنه الدعم غير قادر على رفع البيتكوين من المقاومة مرة ثانية. شو بالنسبة لأخبار البيتكوين؟ عندي مدير الاستثمار، هذا الخبر طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية، مدير الاستثمار بيقول انه عندي قيمة 2 مليار دولار جاهزة لشراء البيتكوين من اجل صناديق الاي تي اف. طبعا صناديق الاي تي اف سبوت او صناديق الاستثمار المتداولة راح تقوم بشراء طبعا القطع من البيتكوين. لكن هاي الصناديق راح تكون صناديق فيوتشر حسب ما موجودة بالرسالة او بالتغريدة. هاي الصناديق راح تكون فيوتشر وجاهزة للشراء بقيمة 2 مليار دولار. طبعا هذا ممكن يسبب انخفاض للبيتكوين حتى تقوم الشركات بشراء البيتكوين بأسعار منخفضة. ممكن حيتان تساعد هاي الشركات لشراء البيتكوين بأسعار منخفضة. حاليا شراء البيتكوين جيد، وهدفي على البيتكوين ما بين 27,500 إلى 28,000 دولار. لكن لازم يكون عندي ستوب لوز إقفال شمعة أسفل مناطق 25,500. أصدقائي نكون وصلنا هاي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، اضغط لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.